أصدقائي عاملين إيه؟ الجزء التاني من سلسلة التقييمات، وآسف جدا للتأخير، كان عندي مشكلة في النت حتى ما كنتش عارف أرد على التعليقات، وطبعا كلكم عارفين قواعد التقييم إيه، فأنا مش محتاج إن أنا أعيد عليكم الكلام ده تاني. فيلا أعمل اللايك والاشتراك ونخش في الموضوع على طول. أول قناة معانا النهاردة هي قناة مطبخ أم لولو. هنبص على البانر هنلاقي البانر زي الفل، الصورة تمام، في ديسكريبشن تمام زي الفل، الصورة مصغرة 10/10 مفيهاش أي مشكلة. بس عندنا مشكلة في طريقة التصوير، يفضل الموبايل يبقى بالعرض ما يبقاش طولي بالشكل ده، لان دي كده طريقه مش احترافيه في التصوير. بس انا هنا عندي بقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. لو بصينا على فيديوهات الشورتس اللي كانت بتنزل، كلها فيديوهات مالهاش علاقه بالطبخ، كلها ادعيه، قران، والكلام ده كله عليه حقوق ملكيه. ومن الواضح ان المشتركين اللي موجودين على القناه كلهم جم من الفيديوهات الشورتس. فجاه بعد ما نزلنا الفيديوهات دي كلها بقى عندنا مشتركين. عندنا فيديوهات الطبخ لسه نازله من 3 ايام، يعني من 3 ايام، من يومين. يعني الفترة اللي فاتت دي كلها ازاي كانت مطبخ ام لولو وما كانش فيه اصلا فيديوهات تعليم للطبخ؟ او ممكن كانت القناة باسم تاني واتغيرت اتقلبت تماما، وده برضو مش صح، لان المشتركين اللي جم عندنا اساسا من الفيديوهات الشورتس، اولا هم مش مهتمين بالفيديوهات الطويلة. ثانيا احنا ايش عرفنا اصلا المشتركين بتوع الفيديوهات الشورتس دول مهتمين بمحتوى الطبخ؟ فاحنا بالطريقه دي احنا ماشيين غلط تماما. فانا نصيحتي ان احنا نمسح فيديوهات الشورتس دي كلها اللي مالهاش علاقه بالطبخ، لان لما ربنا يكرمك وتنجحي بالفيديوهات الطويله اللي بدات تنزليها، ممكن القناه تطير تماما من ايدك بسبب فيديو عليه حقوق ملكيه، او تسيبي القناه دي زي ما هي وتفضلي تنزلي عليها الفيديوهات الشورتس دي، بس طبعا ما تستنيش منها اي خير، وتعملي بقى قناه منفصله تماما لفيديوهات الطبخ، تبقى من بدايتها كده موجهة لجمهور الطبخ. فأنا هنا تقييمي هيكون 4/10 بسبب المشكلة الكبيرة في تنوع المحتوى. القناة بقى اللي بعد كده قناة شيري تامر. القناة دي 321 ألف مشترك. تعالي انت قيميني يا شيري. طبعا يا شيري احنا لو بصينا على الفيديوهات اللي منزلاها الفترة الأخيرة، الفيديوهات الطويلة دي كلها عليها مشاهدات قليلة طبعا بنسبة كبيرة جدا لعدد المشتركين. فواضح جدا ان المشتركين دول كلهم جم من الفيديو الشورت الاولاني اللي نزلتيه، اللي جاب 7 مليون مشاهدة. وطبعا كانت النتيجة زي ما قلنا قبل كده ان اللي جاي من الفيديوهات الشورتس مش مهتم تماما بالفيديوهات الطويلة. فانا نصيحتي ان احنا نبدأ بقى نهتم بالفيديوهات الطويلة، نوقف بقى على قد ما نقدر فيديوهات شورتس تماما، وننزل فيديوهات طويله كتير. وانت ما شاء الله عندك الصوره مصغره زي الفل، الصوره بتاعه القناه تمام، الصوره بتاعه البانر زي الفل. ممكن بقى اللي احنا محتاجينه بجد ان احنا نكتب وصف للقناه عشان نبدا بقى نفهم اليوتيوب القناه دي موجهه لمين بالظبط، لان طبعا المشتركين اللي جولك دول كلهم في منهم اللي مهتم بالسفر، واللي مهتم بالطبخ، واللي مهتم بالجيمنج. فانت معلش هتعاني شويه من قله المشاهدات على الفيديوهات الطويله لغايه ما تلاقي نفسك، ولغايه ما تقدري ان انت تحددي الجمهور الحقيقي للقناه بتاعتك. وانا هنا طبعا هديك 10/10 واطلعي بره التقييم تماما، لان عيب كده. القناه اللي معانا بعد كده هي قناه درس خصوصي اونلاين. في مشكله في البانر، الكلام مش واضح قوي. الصوره بتاعت القناه تمام، الديسكريبشن زي الفل. من الواضح ان قبل كده ما كناش بنعمل صوره مصغره. ما شاء الله بدانا ان احنا نحاول نعمل صمنيل، بس طبعا هيبقى في مشكله كبيره في طريقه التصوير بالشكل الطولي. يفضل ان التصوير يبقى بالشكل العرضي، لان طريقه التصوير دي مناسبه للشورتس اكتر. وانا ما عنديش مشكله مع الصوت تمام زي الفل. وانا هنا هيكون تقييمي 8/10 بسبب ان طريقه التصوير بالشكل الطولي وده ما بيوضحش طريقه الشرح كويس. القناه اللي بعد كده هي قناه الليدي ام زين. البانر مش احترافي قوي، يا ريت نعمل بانر يوضح القناه بتتكلم عن ايه، وبرده الصوره بتاعت القناه تمام. بالنسبه للديسكريبشن زي الفل. الصوره المصغره تعتبر كويسه على فكره، هي مناسبه للمحتوى بتاعك. بس لو هنعمل كلام زي ما كاتبين هنا على الصوره المصغره دي، اللون يبقى مثلا باللون الاسود عشان يبقى فيه كونتراست عن الخلفيه. وطبعا الكلام يبقى عريض شويه واضح، لان الكلام صغير مش واضح قوي. ونقلل الكلام، يعني ممكن نعمل كلمتين بس. الصوت في الفيديوهات بيبقى واضح بس فيه نويز في الخلفيه، في صوت وش كده جاي من ورا. يعني يا ريت على قد ما تقدري نخش على اي برنامج زي ما شرحنا قبل كده نشيل كل النويز ده عشان يبقى الصوت مريح شويه. وبرده في مشكله وهي الترانزيشن، بتعملي انتقالات كتيره قوي في المونتاج. كل ما بنقول جمله بنعمل بعدها انتقاله، وده غلط كبير. الانتقالات على قد ما تقدري يا اما تعملي انتقالات خفيفه خالص ما تتحسش، يا اما نقلل الانتقالات تماما، لانك دايما بتعملي انتقاله اللي هي الفريم بيجي من الجنب، وده ما بيحصلش الا لو بتغيري الموضوع تماما، ودي من اساسيات المونتاج. فعلى قد ما نقدر نقللها بعد اذنك. المحتوى جميل جدا ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكي.
وانا هنا تقييمي هيكون 6 من 10 بسبب مشكله الانتقالات ومشكله الصوت. القناه اللي بعد كده هي قناه يحيى زهده، واعذرني لو انا نطقت الاسم غلط. بص يا يحيى، انا زعلان منك جدا جدا جدا. بص احنا لو دخلنا هنا على الديسكريبشن هنلاقي ان حضرتك عندك 1181 فيديو. انت متخيل؟ الرقم ضخم جدا. هنبص لعدد المشتركين 470 مشترك. وده ليه؟ بسبب المواضيع المتنوعة. انت نوعت بشكل كبير جدا جدا في الفيديوهات. انت مرة بتتكلم عن مباراة كورة حقيقية، مرة بتتكلم عن البلاي ستيشن، مرة بتتكلم يعني في فيديو هنا بتتكلم عن عبقرية ابو بكر الصديق وغيره من فيديوهات. انت 1100 وحاجة فيديو، انت منزل مواضيع متنوعة جدا. انت بجد لو كان ال 1100 دول كانوا في موضوع معين انت كنت هتبقى في حتة تانية خالص. اصل الرقم اللي انت بتتكلم فيه دي قنوات مليونية، فمعنى ان انت تفضل على 400 مشترك ان انت عندك مشكلة كبيرة جدا في تنوع المحتوى. فبعد اذنك نبدأ نوحد المحتوى بتاعنا. وانت في هنا مثلا الفيديو الاخير هنا انت الصورة المصغرة زي الفل ما عندكش مشكلة فيها. البانر يا ريت نحسنه. الصورة بتاعت القناة تمام ما فيهاش اي مشكلة. فبعد اذنك بس نوحد المحتوى، لان انت ما شاء الله عندك طاقة في نشر الفيديوهات. فالطاقة دي انت لو وحدت المحتوى بتاعك انت تبقى في حتة تانية خالص. وانا هنا تقييمي هيبقى 5 من 10 عشان الصدمة اللي اتصدمتها دي. القناة اللي بعد كده هي قناة محمد حسيني. مبدئيا كده مفيش بانر، يعني يفضل نحط بانر. الصورة بتاعت القناة فيها مشكلة ان معظم الصورة اصلا باللون الاسود. الصورة بتاعتك صغيرة وبرضو عندنا كلام بالعربي، فيفضل يا اما عندنا كلام بس في الصورة يا اما الصورة بتاعتك. وطبعا يبقى الافضل لو صورتك. بالنسبة للصورة المصغرة، هي الصورة المصغرة على فكرة احترافية جدا، بس عندنا مشكلة بقى ان الصورة بتاعتك يعني بما ان حضرتك اصلا بتظهر في الفيديوهات، فيفضل ان صورتك تبقى هي الغالب العام للصورة المصغرة، لان طريقة الصورة المصغرة دي للناس اللي هي ما بتظهرش بنفسها. لكن حضرتك هنا الصورة حاطط صورتك بس بشكل صغير خالص في الجنب على الشمال، والصورة اللي جنبها نفس الكلام، والصورة الفيديو اللي على اليمين خالص الصورة بتاعتك موجودة بس تحت وصغيرة خالص. لا ما تنفعش، يفضل ان الصورة بتاعتك تبقى كبيرة وواضحة بما انك يعني بتظهر بنفسك في المحتوى. وبرضو خلي بالك من مقاس الصورة المصغرة. لو بصيت على الفيديو اللي على الشمال هنا الصورة المصغرة هتلاقي فيه فريم اسود يمين وشمال، ده لان الصورة المصغرة اللي حضرتك رفعتها مش نفس المقاس اللي اليوتيوب عايزه. فنخلي بالنا بس نحطها بمقاس مظبوط عشان ما تبانش صغيرة بالشكل ده. تاني مشكلة الصوت، فيه نويز كبير جدا في الخلفية. تقريبا بيبقى في حاجة شغالة راديو او تلفزيون، معرفش ايه اللي شغال بالظبط في الخلفية ورا، واضح جدا في المايك. فياريت نخلي بالنا من المشكلة دي. تاني حاجة المشاهد بتفصل جدا اللي بيتفرج على الفيديو. يعني حضرتك بتبقى قاعد بنفسك وبتتكلم بيبقى في مشاهد كده زي صورة مشهد كده خفيف انت بتضيف عشان توضح الكلام، انت حاطط مشاهد كتير جدا ودي بتفصل. نصيحتي ما تحطش حاجة خالص. المحتوى بتاعك تحفة، طريقتك في الكلام 10 على 10، المقومات بتاعتك مقومات يوتيوبر ناجح. فياريت ما تحطش اي مشاهد خالص، اطلع اتكلم بنفسك وهي طريقة كلامك بتشد اصلا. وحاجة كمان ياريت ما نعملش فيديوهات شورت، المحتوى بتاعك ما يحبش الفيديوهات الشورت خالص. وانا هنا هيكون تقييمي 7 من 10. القناة اللي بعد كده هي قناة دكان أباظة. القناة دي بقى ما شاء الله عليها، البانر احترافي جدا، الصورة جميلة، الصور المصغرة اللي على الفيديوهات 10 على 10، طريقتك في الكلام جميلة، طريقتك بتشد اللي بيتفرج بجد، هيئتك قدام الكاميرا فيها وقار، غالبا كده الكاميرا بتحبك. بس تعليق الوحيد الموسيقى، ما تحطش موسيقى خالص. مش هقول لك تقللها، مش هقول لك تخلي بالك من حقوق الملكية، امنع الموسيقى. المحتوى بتاعك ده عاوز اللي يفضل يسمعك كده ما يتفصلش بموسيقى او غيره، لان انت وانت بتسرد الاحداث التون بتاع صوتك بيعلى وبيوطى، فدي طريقه احترافيه جدا ما شاء الله عليك. فالغي بقى الموسيقى دي تماما. وانا هنا هيكون تقييمي 9 من 10، ولو ما كانش فيه موسيقى كنت هتبقى 10 من 10. القناه اللي بعد كده هي قناه غيبلي كيتشن. معلش لو انا نطقتها غلط، انا مش عارف انطقها كويس. البانر عندنا فيه مشكله ان هو صغير شويه، يفضل ان احنا نخليه اعرض. الصورة كويسة. بالنسبة للديسكريبشن في ديسكريبشن تمام. بالنسبة للصورة المصغرة احترافية جدا ما شاء الله. بس تعليق الوحيد نخلي بالنا من الموسيقى. انا مش عارف الموسيقى اللي متضافة على الفيديوهات دي عليها حقوق ملكية ولا لا، بس نخلي بالنا من المشكلة ديت. ويا ريت لو هنجيب موسيقى نجيبها من مكتبة الموسيقى اللي موجودة على اليوتيوب، لان كلها مسموح بيها. وانا هنا تقييمي هيكون 8 من 10 عشان مشكلة الموسيقى بس. القناة اللي بعد كده هي قناة جدتكم سعادة. عندنا برضو مشكلة ان مفيش بانر، يا ريت لو نضيف بانر. الصورة 10 على 10. بالنسبة للديسكريبشن
في ديسكريبشن تمام، بس يا ريت بس نشيل اول حرف ده. الصوره مصغره احترافيه وجميله جدا، بس عندنا مشكله في الصوت. الصوت فيه نويز عالي جدا جدا جدا، عامل وش مش طبيعي. يعني انا وانا بسمع الفيديو، معلش انا اسف، انا كنت حاطط الهيدفون، عمل لي زي صداع، في صوت وش وزن كده، عامل له صداع شديد، وغالبا ده بيطفش الناس منك. نخلي بالنا من المشكله دي ونشيل النويز ده، ومفيش اسهل من كده وانا شرحتها قبل كده. تاني مشكله عندنا الفيديو طولي. الفيديوهات الطويله يفضل انها تبقى بالعرض، الفيديو الطولي ده للشورتس. غير كده ما شاء الله الصوره مصغره زي الفل، وفكره المحتوى نفسه ما شاء الله جميله جدا. وانا هنا هيكون تقييمي 7/10. القناه اللي بعد كده هي قناه عايز اعرف. البانر كل حاجه وراه حكايه، والبانر فعلا حكايه. الصورة بتاعتك ما شاء الله، الصورة مصغرة زي الفل، المواضيع بتاعتك جميلة، المحتوى 10/10. الديسكريبشن ما شاء الله عليك. التعليق الوحيد بس ان احنا واحنا بنحكي الصوت يبقى فيه حماس شوية. يعني المحتوى بتاعك عايز كده، عايز وانت بتتكلم ما تتكلمش كده كأنك بتقرا من حاجة، لا انا عايز يبقى فيه حماس، وتحس ان صوتك بيعلى في اوقات وصوتك يوطى في اوقات، يبقى تفاعلي شويه، الصوت يبقى تفاعلي وفي حماس اكتر من كده. وانا هنا هيكون تقييمي 9/10. ما شاء الله على قناتك. القناه اللي بعد كده هي قناه منير. ما عندناش بانر، يفضل يعني نعمل بانر. الصوره تمام، في وصف، الوصف تمام زي الفل، بس يفضل في البدايه كده احنا كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم، دي ما بنكتبهاش في الوصف، دي نقدر نقولها البسمله والسلام ده نقدر نقوله في بدايه اي فيديو عادي. انما في الوصف اليوتيوب بيبقى عايز يقرا على الاقل اول سطر او اول سطرين عشان يبدا ان هو يصنف القناه صح. فانت هنا استهلكت اول سطرين اصلا في الوصف بتاعك. نبدا نخش بقى على الصوره المصغره. الصوره المصغره ما شاء الله زي الفل، البدايه بتاعتك باين عليها انها بدايه قويه. التعليق الوحيد الموسيقى، يا ريت لو نلغي الموسيقى تماما من المحتوى بتاعك، ويا ريت برضو ما تعملش فيديوهات شورتس دلوقتي. تقييمي ليك يا منير هيكون 8/10. القناه اللي بعد كده هي قناه نزار جيمنج. القناه بتاعتك يا نزار البانر 10/10، الصوره تمام. بالنسبه للديسكريبشن زي الفل، بس ما نضيفش هنا حساب انستجرام، لا يعني نغير الديسكريبشن بعد اذنك. بالنسبه للصوره المصغره، الصور بتاعتك كلها ما شاء الله احترافيه ومناسبه للمحتوى بتاعك، وانا سمعت فيديوهاتك طريقه كلامك فيها حماس جميله جدا، مناسبه فعلا لنوعيه المحتوى ده. وانا هنا هيكون تقييمي 9.5/10، والنص ده بسبب الديسكريبشن. القناه اللي بعد كده هي قناه حسني الحويطي. احنا عندنا هنا البانر تمام، الصورة زي الفل. بالنسبة للديسكريبشن ده دعاء مش مناسب قوي كوصف للقناة، يا ريت لو نغيره. المحتوى بتاعك كله شورتس وده شيء كويس، بس عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 اللي هي الصوت. الصوت فيه نويز عالي قوي قوي قوي، ونويز سخيف بجد. فيا ريت بس نخش على اي برنامج نفصل الضوضاء ديت من الصوت بتاعك، غير كده هيبقى الفيديو بتاعك 10/10 مفيهوش اي مشكله. تقييمي هنا هيكون 7/10. اخر قناه معانا النهارده هي قناه نهى الغريب. البانر احترافي ما شاء الله، الصوره تمام. بالنسبه للديسكريبشن 10/10. الصور المصغره بتاعتك تحفه فنيه، كل الصور احترافيه، بس طبعا ما ينفعش يكون اخر فيديو عندنا من 10 ايام، احنا كده بنموت القناه. تاني حاجه جوده التصوير هي كويسه، بس يا ريت تبقى افضل من كده. نوعيه المحتوى بتاعك هو كده، هو عايز كده، نوعيه المحتوى عايز جوده تصوير. مش هقول لك هو عايزه خرافيه، بس مش هقول لك نوصل للخرافيه، بس على الاقل نطور شويه من جوده التصوير بتاعنا. حاجه كمان، فيديوهات الشورتس نوقفها بعد اذنك، لان الفيديوهات الشورتس اللي نازله دي كلها بنتكلم عن فيلم الست وحاجات كده عن حتشبسوت والكلام ده، مش مناسب تماما للمحتوى بتاعك. فيا ريت نوقف فيديوهات الشورتس تماما، ويا ريت لو نلغيها اصلا، نلغيها، نمسحها بقى، نعمل لها انليستد اي حاجه. تاني حاجه بقى عايز اقولها لك، ان من الواضح كده انك ما عندكيش مشكله في حته الظهور. يعني في بعض الفيديوهات انت ظهرتي فيها عادي وبتقدري تتكلمي قدام الكاميرا كويس، فما دام عندك الميزه دي، ليه بقى ندفن المحتوى بتاعنا بالشكل ده؟ ليه نبدا ان احنا نصور لقطات ونعمل عليها فويس اوفر؟ ما دام انت ما عندكيش مشكله انك تظهري بنفسك وفي نفس الوقت بتعرفي تتكلمي قدام الكاميرا، ما ندفنش محتوانا كده بقى. لو رحنا اي مكان بدل ما نصور لقطات، لا نظهر بنفسنا، نشاور على الاماكن،
نشرح للمشاهد، من الاخر نتنطط قدام الكاميرا. المحتوى بتاعك بيبقى عايز الحماس والنشاط ده، لكن اننا نصور بعض الاماكن كده لقطات ونعمل عليها فويس اوفر، طب ما في ناس كتير بتعمل الموضوع ده. احنا بقى عايزين نبقى متميزين عنهم. وانت ما شاء الله باين عليكي رحتي اماكن كتير وسافرتي كمان بره مصر، طيب ما نستفيد بقى الحاجات دي كلها. معلش ده كنز في المحتوى بتاعك، استفيدي بيه على قد ما تقدري، واظهري بنفسك، وابدأي ان انت تضيفي للمشاهد جزء من المتعة والترفيه والنشاط والحماس وكل حاجه. لكن طبعا الموضوع ده انا مش هقيم عليه انك تظهري بنفسك والكلام ده، لان انت طبعا حريه شخصيه ما اقدرش ان اتكلم فيه. ده بس كانت نصيحه اخويه كنت بقولها لك. لكن بقيه الحاجات تقييمي هيكون 9 من 10. وبكده نكون خلصنا التقييمات بتاعه النهارده. عملنا حوالي 14 قناه. اللي خد المركز الاول في الحلقه بتاعه النهارده هي قناه شيري تامر، خدت 10 من 10 ما شاء الله. تاني حاجه المركز التاني قناة نزار، 9.5 من 10. ربنا يكتب لهم كل الخير ويوفقهم يا رب. وانا اتمنى كل القنوات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة بعد مدة مش طويلة نعمل تقييمات تانية، وان شاء الله تبقى القنوات بتاعتهم مليونية. لو استفدت باي حاجة حتى لو بسيطة اعمل لايك والاشتراك، وما تنساش تكتب لي كومنت تدعمني فيه. مع الف سلامة.